السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده هنحل التقييم الأسبوعي التاسع على مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول. عندنا هنا الواجب المنزلي، الاسم والفصل. ندخل على الأسئلة. السؤال الأول: اكتب ما تشير إليه العبارة. 1. مساحة من الأرض تزيد عن 5000 متر مربع وتنمو بها أشجار لا تقل أطولها عن 5 أمتار. إيه هي؟ اللي هي الغابة. الغابة. طيب، رقم 2: أشجار دائمة الخضرة طوال العام، لها جذور عميقة وأوراقها صغيرة الحجم، مغطاة بمادة شمعية. إيه هي الأشجار دائمة الخضرة بس طوال العام ولها جذور عميقة؟ اللي هي غابات البحر المتوسط. غابات البحر المتوسط. تمام. رقم 3: نظم الغابات التي يرتفع بها الرطوبة النسبية. ايه هي الغابات اللي بيرتفع فيها الرطوبة النسبية؟ اللي هي نظام الغابات المدارية المطيرة. هنقوم كاتبين نظام الغابات المدارية المطيرة. تمام يا مس. ندخل على السؤال الثاني. اختر الإجابة الصحيحة ما بين الأقواس. 1. من الأسباب البشرية لحدوث الاختلال التوازن البيئي: الزلازل، الثورات البركانية، الرعي الجائر، الأعاصير. احنا عندنا في اختلال توازن البيئي أسباب طبيعية وأسباب بشرية. طيب، من الأسباب البشرية اللي موجودة عندنا للبشرية اللي هي الرعي الجائر. يبقى من الأسباب البشرية لحدوث التوازن البيئي اللي هو الرعي الجائر. 2. من الحيوانات التي تعيش بها الغابات المطيرة: الثعالب، الذئاب، الأغنام، النمور. ايه الحيوانات اللي بتعيش في الغابة المطيرة؟ اللي هي طبعا النمور. طيب، رقم 3: يخلو أقصى جنوب إفريقيا من أشجار الصنوبر، البلوط الفلين، الأرز، الأبانوس. الأشجار اللي بتخلو من أقصى جنوب إفريقيا اللي هي الأبانوس. طيب يا مس، السؤال الثالث: ما النتائج المترتبة على 1. كثافة أشجار الغابات المدارية المطيرة وتشابك أغصانها. النتائج اللي رتبت عليها إيه؟ أدت لمنع وصول الضوء إلى أرض الغابة. طيب، وإيه كمان؟ وكثرة النباتات المتسلقة والطفيلية. هنقوم كاتبين أدى ذلك منع وصول الضوء إلى أرض الغابة. طيب، إيه كمان؟ كثرة النباتات المتسلقة والطفيلية. تمام يا مس. رقم 2: قطع أشجار الغابات في إفريقيا. النتائج رتبت على قطع الأشجار الغابات في إفريقيا ترتب عليها إيه؟ ترتب عليها إن أنواع كثيرة من الحيوانات تتعرض لخطر الانقراض اللي بيؤثر على الاستدامة واختلال التوازن البيئي. هنقوم كاتبين عندنا نرفع دي ترتب على ذلك تعرض أنواع كثيرة من الحيوانات لخطر الانقراض. طيب، ايه كمان؟ مما يؤثر على الاستدامة ويؤدي لاختلال التوازن البيئي. تمام. ندخل بقى على التقييم الأسبوعي. المجموعة الأولى: 1. ما المقصود بالنظام البيئي؟ يعني ايه مثل النظام البيئي؟ النظام البيئي اللي هو منطقة جغرافية متكاملة تتكون من مكونات حية وغير حية،
وهذه المكونات تتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام دقيق للحفاظ على التوازن التوازن البيئي. طيب هنقوم كاتبين يبقى احنا عندنا النظام البيئي منطقة جغرافية متكاملة تتكون من من مكونات حية وغير حية تتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام دقيق للحفاظ على التوازن البيئي. طيب يا مس، رقم 2، حدد الأشجار والحيوانات الموجودة بمنطقة جبال أطلس. ايه هي الحيوانات اللي موجودة في جبال أطلس والأشجار؟ طيب يا مس، عندنا ايه وايه؟ عندنا الأشجار زي أشجار الأرز والصنوبر والبلوط الفليني. طيب ندخل على الحيوانات، الأغنام والماعز والثعالب. طيب هنقوم كاتبين عندنا رقم 2. رقم 2 تنمو، أو مثلا نقوم كاتبين الأشجار طيب الأشجار زي ايه؟ زي الأرز والصنوبر والبلوط الفلين. طيب بالنسبة للحيوانات هنقوم كاتبين الحيوانات زي ايه يا مس؟ الحيوانات زي الأغنام والماعز والثعالب. هنقوم كاتبين الأغنام والماعز وإيه كمان؟ والثعالب. تمام يا مس. ندخل على رقم 3. ده مترتبة على ارتفاع درجات الحرارة طوال العام في نظم الغابات المدارية. النتائج رتبت على إن درجة الحرارة بتكون مرتفعة في نظم الغابات المدارية. النتائج رتب عليها انخفاض المدى الحراري. طيب هنقوم كاتبين عندنا رقم 3، هنقوم مغيرينها كده، هنقوم كاتبين ترتب على ذلك انخفاض المدى الحراري. تمام يا مس. رقم 4، حدد العلاقة بين الأعاصير والنظام البيئي. العلاقة بين الأعاصير والنظام البيئي ايه يا مس؟ العلاقة إن الأعاصير أحد الأسباب الطبيعية التي قد تؤدي لاختلال التوازن البيئي. هنقوم كاتبين رقم 4 تؤدي الأعاصير أحد الأسباب الطبيعية التي قد تؤدي إلى إيه بقى؟ تؤدي لاختلال التوازن البيئي أو النظام البيئي. تمام. رقم 5، فسر الأسباب الأهمية البيئية لغابات حوض الكونغو. إيه هي الأهمية البيئية لغابات حوض الكونغو؟ إن هي بتمتص انبعاثات الكربون بكمية أكبر من الكمية الصادرة من قارة أفريقيا. طيب هنقوم كاتبين عند أسباب الأهمية البيئية لحوض نهر الكونغو إن هي بتمتص انبعاثات الكربون بكمية أكبر من الكمية الصادرة من قارة من قارة أفريقيا. طيب يا مس، ندخل على المجموعة الثانية. 1، تتعرض بعض الحيوانات داخل الغابات الإفريقية لخطر الانقراض لأسباب طبيعية وأسباب بشرية. تعال نشوف عندنا إيه هي الأسباب الطبيعية والأسباب البشرية. الأسباب الطبيعية اللي ما يكونش الإنسان له دخل بيها. طيب زي إيه؟ زي الزلازل، الحرائق الطبيعية، والأعاصير. طيب بالنسبة للبشرية، الأسباب البشرية الرعي الجائر، إذابة الغابات، الحروب الحديثة. طيب هنقوم كاتبين عندنا الأسباب الطبيعية. الأسباب الطبيعية والأسباب البشرية. الأسباب الطبيعية زي الحرائق والزلازل والأعاصير. أما بالنسبة للأسباب البشرية الرعي الجائر، إزالة الغابات، الحروب الحديثة. تمام.
ندخل على رقم 2. قارن بين الغابات المدارية غابات البحر المتوسط من حيث التربة والخصائص النباتية. طيب يا مس تعالى نعمل عندنا هنا جدول. تعالوا نعمل هنا جدول. نقوم كده عاملين الغابات المدارية وهنا البحر المتوسط بالنسبة للتربة. تعال نشوف عندنا هنا الغابات المدارية بالنسبة للتربة. بالنسبة للتربة اللي هي تتسم بأن تربتها في معظمها ذات لون أحمر وبتكون فقيرة في الأملاح المعدنية القابلة للذوبان. طيب هنقوم كاتبين عندنا بالنسبة للتربة تتسم بأنها تربتها مالها في معظمها ذات لون أحمر. طيب إيه كمان؟ فقيرة في الأملاح المعدنية. طيب احنا كده قلنا التربة. بالنسبة للخصائص النباتية، الخصائص النباتية عندنا أشجار كثيفة ومتشابكة الأغصان. طيب بعد كده ومن أهم أشجارها الإيه؟ البلوط أو إيه المطاط وإيه كمان؟ والموز. طيب وإيه كمان؟ والكاكاو. طيب بالنسبة لغابات البحر المتوسط التربة عندنا هنا التربة تتسم بتربتها بتعدد ألوانها ما بين الأحمر والبني والأسود. هنقوم كاتب احنا عندنا البحر المتوسط التربة بتتسم بتعدد ألوانها ما بين الأحمر والبني والأسود، وكمان ده تبعا لمكوناتها المعدنية، وكمان تعد تربة خصبة صالحة للزراعة. ده بالنسبة لغابات البحر المتوسط. طيب ندخل على الأشجار أو الخصائص النباتية. الخصائص النباتية بتكون أشجارها متوسطة إلى قصيرة الطول وهي دائمة الخضرة طوال العام. وأشهر أشجارها الأرز والصنوبر والبلوط الفلين. طيب هنقوم كاتبين عندنا أشجار البحر المتوسط أشجارها متوسطة إلى قصيرة الطول وهي دائمة الخضرة طوال العام. ومن أشهر أشجارها الأرز والصنوبر والبلوط الفلين. طيب يا مس تعال نشوف اللي بعد رقم 3. ما العلاقة بين الغابات المدارية المطيرة والتوازن البيئي؟ ايه العلاقة بين الغابات المدارية والتوازن البيئي؟ ان الغابات المدارية بتعمل على حفظ التوازن البيئي من خلال تنقية البيئة من التلوث. فهنقوم يبقى عندنا العلاقة ان بتعمل الغابات المدارية على حفظ التوازن البيئي من خلال تنقية البيئة من التلوث. طيب يا مس رقم 4. ما الأثر الناتج عن قطع أشجار الغابات في قارة إفريقيا؟ إيه هو الأثر الناتج عن خلال قطع أشجار الغابات في قارة إفريقيا؟ طيب الأثر الناتج عنها إيه بقى؟ ترتب عليه تعرض أنواع كثيرة من الحيوانات لخطر الانقراض، وتسجيل قارة إفريقيا أعلى معدل خسارة مساحات على مستوى العالم. طيب هنقوم كاتبين يبقى ترتب عليها إيه بقى؟ إن قارة إفريقيا سجلت أعلى معدل خسارة في مساحة الغابات على مستوى العالم، وتعرض أنواع كثيرة من الحيوانات لخطر الانقراض مما يؤثر على الاستدامة إلى التوازن ويؤدي إلى اختلال التوازن البيئي. طيب رقم 5. الأهمية الاقتصادية للغابات المطيرة. إيه هي الأهمية الاقتصادية للغابات المطيرة؟ طيب الأهمية الاقتصادية
هنقول عندنا بسبب القيمة الاقتصادية لأشجار الغابة اللي بتتعد مصدر للعديد من المواد الخام اللي بتدخل في الصناعات الخشبية ومصدر مهم للغذاء والوقود لعدد كبير من السكان. طيب هنقوم كاتبين عندنا هنا رقم 5، كاتبينها بخط ايدين. بسبب القيمة الاقتصادية لأشجار الغابة طيب التي تعد مصدرا للعديد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات ايه يا مس؟ من الصناعات الخشبية ومصدر مهما للغذاء والوقود. تمام. نشوف اللي بعده، المجموعة الثالثة والأخيرة. رقم 1، ما المقصود بالرطوبة النسبية؟ طيب يعني ايه رطوبة نسبية؟ عندنا رقم 1 من المقصود بالرطوبة النسبية هي نسبة كمية بخار الماء الموجودة فين؟ في الهواء بالنسبة لكمية بخار الماء التي يستطيع الهواء أن يحمله. طيب رقم 2، ما النتائج المترتبة على زيادة التبخر في نظام الغابات المدارية؟ النتائج اللي رتبت عليها ايه؟ ترتب على ذلك ارتفاع الرطوبة النسبية. هنقوم كاتبين عندنا رقم 2. يبقى رقم 2 النتائج اللي رتبت عليها اللي ترتب على ذلك ايه؟ ارتفاع ارتفاع الرطوبة الايه؟ النسبية. طيب رقم 3، ما العلاقة بين الغابات او نظام الغابات الاستوائية والنشاط الصناعي؟ النتائج اللي رتبت عليها ايه؟ النتائج اللي رتبت عليها ان تعد الغابات المدارية المطيرة مصدر للعديد من المواد الخام اللي بتدخل في صناعات متعددة مثل الأدوية والصناعات الخشبية والمطة. طيب هنقوم كاتبين عندنا رقم 3 نقوم رافعينها كده شوية. تعد الغابات المدارية مصدرا لإيه بقى؟ للعديد من المواد الخام التي تدخل في صناعات متعددة مثل الأدوية وإيه كمان؟ الأدوية والصناعات الخشبية والمطاط. تمام يا مس. رقم 4، بما تفسر نمو غابات البحر المتوسط الشتاء. ليه غابات البحر المتوسط بتنمو في الشتاء؟ هنقوم كاتبين بسبب سقوط الأمطار واعتدال درجات الحرارة. هنقوم رافعينها كده شوية. رقم 4، بما تفسر نمو الغابات البحر المتوسط شتاء، هنقوم كاتبين بسبب سقوط الأمطار واعتدال درجات الحرارة. طيب يا مس نشوف رقم 5. اكتب ما تشابه العبارة: أشجار دائمة الخضرة طوال العام لها جذور عميقة وأوراقها صغيرة الحجم. إيه هي أشجار دائمة الخضرة طوال العام بيبقى لها جذور عميقة وأشجارها أو أوراقها صغيرة الحجم اللي هي إيه؟ غابات البحر المتوسط. هنقوم كاتبين غابات البحر المتوسط. وبكده بفضل الله نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم.
انتظروني في حل باقي التقييمات من المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.